السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة عملت وصفتين كده يا جماعة هيعجبوكم جدا جدا جدا. عملت صلصة المحشي زي ما انتوا شايفين كده، جهزتها من الألف للياء. كل اللي هتعملي ان انت هتحطي عليها الرز بس والخضار، تمام، وهتقوري المحشي أو تسلقي الكرنب. خلاص. وعملت هنا صلصة عادية، تمام، تدفعك بقى للخضار وللمكرونة. هتعجبكم جدا جدا جدا. لو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها على القناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي وصفتنا. ما شاء الله، جبت كمية كده من الطماطم، طبعا عارفين رخيصة شوية في السوق اليومين دول، وجميلة كمان وتنفع اللي هي يعني هي بتاعة التخزين. تمام. الطماطم اللي هي بتلاقيها طويلة شوية كده اللي بتتسمى البلح دي، تمام، بيبقى كلها لحم كده وطعمها كمان حلو قوي وبتبقى مسكرة. غسلتها كويس جدا تحت الحنفية وقطعت الراس بتاعتها دي بتبقى فيها رملة واي شوائب كده، تضمني سلامتها ان انت تقطعي الراس دي، تمام، وتغسليها كويس جدا. تمام. اول حاجة هعمل خلطة المحشي. هعمل كيسين بس كده من خلطة المحشي، كل كيس هيكفي حوالي كيلو من الرز. تمام. اعملي الكمية اللي تناسبك وتناسب افراد اسرتك. جهزت الحلة هنا وحطيت فيها شوية من الزيت، تمام، وهسيب الزيت بس يسخن شويه واضيف عليه البصل. ضربت البصل كده في الكبه زي ما انتوا شايفين. حطي الكميه اللي انت عايزاها والكميه اللي تناسبك. تمام. دول حوالي كده كيلو الا ربع من البصل، يعني حوالي كيلو الا ربع من البصل. تمام. هقلبهم تقلبتين كده، تشويحتين كده. انا ما بشوحش البصل خالص يا جماعه، او ما بقلبهوش، ما بخلوش ياخد لون خالص. تمام. في المحشي، عقبال بس لما بخلط الطماطم او بجهز الطماطم بشفشق الطماطم بتاعي او شفشقين الطماطم على حسب الكميه اللي انا هعملها، تمام، بضيفها على طول على البصل. خلاص. المحشي بتاعنا سهل، بيبقى سهل جدا جدا جدا. بس وقت رمضان بيبقى ضيق، في ساعات عزومات هتنفعك جدا 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 في العزومات، ولو موظفه او بتشتغلي الموضوع ده هيمشي معاكي كويس جدا. خلاص. هنا ضربت الطماطم في الكبه زي ما انتوا شايفين كده، بقت الطماطم بتاعتي بوريه كده من غير ما اضيف لها ميه. تمام. اول ما بتضيفلهاش الميه، الطماطم بتاعتك والتسبيكه بتاعتك الصلصه بتاعت المحشي ما بتاخدش وقت خالص على النار. تمام. يعني من ربع ساعه لنص ساعه كده بتبصي تلاقي خلطه المحشي بتاعتك خلصت. وكده كده احنا من كده ما بنعصرش الطماطم ما بنصفيهاش يعني للمحشي. تمام. وصفه النهارده حلوه جدا، هتنفعك قوي 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 في رمضان. يلا جهزي بقى، الدنيا رخيصة معانا، الطماطم رخيصة والبصل كمان رخيص. تمام. اعملي الكمية اللي تناسبك على حسب المكان اللي عندك، تقدري تشيلي كمية قد ايه. اعملي اللي انت عايزاه واللي يناسبك ويناسب افراد اسرتك. تمام. هنا بقى جبت الحلة بتاعتي التانية وحطيت فيها شوية كده من الطماطم بعد ما غسلتها برضو، شلت منها الراس بتاعتها، واحط لها فنجان واحد بس كده من المية، وهغطيها واسيبها على النار. ممكن تضيفي معاها قرنين فلفل كده حامين، تمام، بيخليها تحفة من الجميل. بس احنا طبعا عشان عندنا اطفال صغيرة مش بعمل كده، بنحط كده في الحاجات اللي في قدامنا بس يعني في الكمية اللي احنا هناكلها بس. بس لو حطيتي فيها فلفل كده بتبقى سبايسي وطعمها حلو قوي. خلاص كده. شايفين بقى خلطة المحشي بتاعتي؟ قمر قمر قمر. بقلبها كده كل شوية، شايفين كل مدى بتهمت كده ازاي وبتخس معايا وبتخلص معايا بكل سهولة. لازم خلطة المحشي لما بتكوني عاملة كمية كده تبقى ايدك فيها. تمام. الطماطم اول لما بتغلي على النار بالبصل بتبقى تقيلة. تمام. كل كمية المية والسوائل اللي في الخلطة بتطلع من فوق من على وش الحلة، وقعر الحلة من تحت بيبقى بينشف. تمام. فعشان كده بنقلبها. خلاص. في ايدك فيها على طول عشان ما تنشفش معاكي وتتحرق. خلاص. الطماطم بتاعتي ما خدتش حوالي نص ساعة على النار. تمام. بصوا بقى نشفت كده معايا ودبلت معايا كده. باخد شوية في الخلاط كده، والمية بتاعت الطماطم دي بعصر بيها الصلصة. تمام. عشان تنزل معايا في المصفى بسرعة واخلص الشغل بتاعي بسرعة، ما يبقاش عندي اي اعاقة. خلاص. اهم حاجة ان انا اخلص بسرعة واطلع الحاجة بتاعتي طعمها حلو. تمام. بصوا بحط بقى الكياس بتاعتي على قد، مثلا انا عملت الكيس ده لنص كيلو مكرونة. يا سلام يا جماعة على الصلصة دي في المكرونة. في المكرونة اللي بصلصة بتبقى تحفة تحفة تحفة. خلاص. شايفين بقى؟ بصوا، اول ما بضربها قلت لكم بالمية بتاعتها،
اللي بتنزل منها شايفين ما باحطش إيدي فيها خالص ولا حتى معلقة، بتنزل معاكِ في المصفى بكل سهولة، ولمّا بتحطي لها كمان شوية المَيّة دول، أمّا بتيجي تعملي خضار بالصلصة دي، لو هتعملي مثلًا كوسة أو تطبخي كوسة أو بسلة أو سبانخ أو أي خضار تمام، سواء في الصيف أو في الشتا، بتسهّل عليكِ خالص الدنيا، بتسوي لِك البصل، يعني مجرد إن أنتِ بتحمّري البصل كده تمام، أو بتشوّحي البصل، بتحطّي عليها الصلصة، بتنزّل المَيّة اللي فيها، بتسوي لِك البصل، كإنِّك بالضبط عاملة طماطم طبيعية، مش صلصة ولا شايلاها في الفريزر، ده اللي عجبني فيها وعجبني طعمها جدًا. خلاص هنا الصلصة بتاعة المحشي استوت تمام، وشربت كل السوايل اللي فيها، باحط لها مَيّة ملح بس، الملح ده بيعتبر كإنه مادة حافظة بس. تمام، وهنا الخضرة بتاعتي حضّرت 3 حِزم من البقدونس والكزبرة والشبت، قطّعتهم زي ما أنتم شايفين كده، ورشة الزيت دي بقى بتحافظ لي على بتدّي اللمعة للخضرة بتاعتي، وبتحافظ لي على لونها، خلاص كده، وبتدّيها تغليفة كده، وبتحافظ على لونها. معلومة كمان، الخلطة بتاعة المحشي لازم تعمليها وهي باردة، تمام، ما تحطّيش الخضر أبدًا، أبدًا، أبدًا على على خلطة المحشي والصلصة إلا لمّا تكون الصلصة بتاعتي بردت تمامًا، تمام، لو نزّلتِ الخضرة على الصلصة وهي سخنة تمام، الخضرة بتدبل وتنزّل المَيّة اللي فيها وبتسوَد وما بيبقاش ليها أي طعم، طعمها بيدّي طعم عكسي جدًا، يعني بيدّي طعم عكسي تمامًا، يعني شوفي بقى ريحة الخضرة اللي بتبقى مالية الدنيا ديّة وطعمها حلو وريحتها جميلة في المحشي، بتدّي نتيجة عكسية، شايفين بقى شايفين هنا الخضرة خضرا إزاي؟ لحد أمّا تيجي تستعمليها، سواء استعملتيها بعد شهر، 2، 3 سَنة، الخضرة بتاعتِك بتفضل في الكيس كده زي ما هي. وصفة النهارده حلوة أوي يا جماعة، ولو عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة أنا بانزّلها على القناة. والسلام عليكم في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.